السلام عليكم، يا أهلا بيكم. الفيديو ده معمول مخصوص للي بيسألوا نجيب كيماويات ومواد منين. هنشوف مع بعض كذا شركة من الشركات المحترمة سواء للزيوت أو المواد الكيماوية، ونقدر نعمل منها تركيباتنا. أول حد معانا هي بايونير، زي ما شايفين كده في الفاتورة، ده الموبايل بتاعهم وده رقم الواتس الموجود. شركة محترمة في خدمة العملاء ممتاز. سهلين كده، الطلبية بتوصل في ميعاد محدد. فبصراحة هم ناس محترمين قوي قوي قوي، وأسعارهم كمان ممتازة. أنا هنا جبت طلبية في حدود 1000 وشوية، والطلبية اللي قدامكم دي كانت عرض. لقيت عرض منزلينه على الجليسرين والبروبولين جلايكول، وقلت أنا مش هفوت العرض ده بصراحة لأنه كان تحفة. الأسلوب والتعامل معاهم رجعت طلبت طلبية تانية، والطلبية التانية كان فيها استيارك، عبوات كده غسول البشرة، وكمان زيوت واي بي ام وبرافين وشيا كمان. بس كان في مشكلة صغيرة قوي، ان زيت البرافين لقيته مسرب في الكرتون. زعلت الصراحة ان لقيت زيت البرافين مسرب، بس انا اتصلت بيهم وقلت لهم ان انا في عندي مشكلة في زيت البرافين، فقالوا لي احنا ممكن نعوضك عادي وما تزعليش وما تقلقيش. ايه احرجوني باسلوبهم وذوقهم الجامد قوي. في شركات بتطلعك انت اللي غلطان مهما كان. اتنقل بعد كده للشركة رقم 2 اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي. على فكرة الشركتين سواء بايونير أو شركة بيرفكت كيم اللي هي الشركة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، شحنوا على فايتر. لقيتهم حاطين كرتونة جوه الكرتونة، والتغليف بتاعهم روعة روعة روعة. خدمة العملاء عندهم ناس ذوق جدا، ولما بتعمل طلبية ممكن تقول لهم انا عايز خصم، فيقول لك حاضر، ويحاولوا يظبطوا لك الاسعار. جبت منهم العبوات البلاستيك دي علشان ماسك الفحم والماسك الذهبي. بصراحة عجبتني شكلها وسعرها كمان عندهم مميز. كمان جبت منهم كيلوات من التلك بودر، وكيلوات من اللانولين. بقى استعمل اللانولين بتاعهم واشوف طبيعته ايه بالظبط. بس ان شاء الله هيبقى كويس. التغليف بتاعهم حلو حلو قوي، مغلفين العبوات كويس. وكمان جبت منهم العبوات غسول الفوم ده، لقيت اسعارها احسن كمان من شركات تانية. ما كدبتش خبر كمان، وجبت منهم شويه عبوات تانية. كان جبت منهم العبوات المعدن دي حلوه قوي، تحفه قوي في الكريمات. دي 30 جرام تقريبا، ممتازه. ده لاكتيك اسيد. يعني انا عايزه اقول لكم الطلبيه بصراحه كانت حلوه، رغم ان هي يعني مش كبيره، بس تغليف حلو قوي. الكرتونه واصله ممتاز ممتاز، يعني ما فيش فيها اي مشكله. 10 على 10 بيرفكت كيم. والطلبيه الثالثه اللي هناخدها دلوقتي من كيماتيك اليكس. كيماتيك اليكس انا رحت بقى جبت منه. بصوا انتوا اي حاجه غريبه في السوق نازله تروحوا تجيبوها من كيماتيك اليكس. مهندس اكرم بيجيب كل جديد بصراحه. فانا جبت منه بروكابيل، وجبت منه ريدينسيل. المفروض ان الحاجات دي بتستخدم لانبات الشعر، وممتازه جدا لعلاج الصلع الوراثي. حاجات طالعه جديد، فقلت لازم نجربها. كمان جبت منهم حاجه ماده جديده اسمها فايبر هاند. والفايبر هاندز بيقولوا ان هي بتشتغل على روابط الشعرايه. ناس قالوا ان هي كويسه قوي، وناس قالوا ان هي عاديه. جبت منهم كمان هيالورونيك، وجبت منهم الاستين مارين. وفي حاجه كمان كانت عندهم اسمها ايرلي بون، وبيقولوا ان هي بتغلظ قوام الشامبو. عارفين الكرتونه دي صغيره ازاي؟ لانها كانت معديه ال 2000 وشويه. حاجات بسيطه بس بصراحه خطيره يعني. الناس بقى اللي بتسأل على نجيب زيوت منين، طلبت زيوت عطرية من شركة لافي. طلبت 6 أصناف كده، قلت أجرب الأول حظي الروائح دي حلوة ولا لا. عجبتني جدا جدا. كانوا جبت 6 منهم، وادولي كمان عينات 10 عينات لروائح تانية. فانا قلت لا، بما انكم كده جامدين قوي، انا هجيب منكم طلبيه زيوت عطريه نكسر بيها الدنيا. زي ما انتم شايفين الكرتونه جيت لي على شركه شحن مختلفه اسمها جي تي. دي شركه لافي، ده العناوين بتاعتهم اللي حابب يتواصل معاهم. الاستاذ محمد المسؤول عن الشركه انسان محترم جدا جدا. الشركة شركة الشحن ممتازة، بتوصل لحد البيت، وبتتابع معاك على الواتس وعلى النت لحد ما توصل لك. فهي شركة حلوة قوي. فتحت الكرتونه لقيتها مغلفه بالاكياس دي. انا باخد الاكياس دي على فكره وبعيد تدويرها تاني في الاوردرات بتاعتي. بسم الله كده، ده زيت بارافين كنت طلبت منهم، لقيت عندهم سعر بارافين حلو، سعره رخيص، فجبت منهم 5 كيلو. وكمان جبت منهم بقى ايه الزيوت اللي انتوا شايفينها دي. الامانه ان هم كاتبين ان اللتر البارافين ده مش لتر كامل، كاتبين 850 مللي. حلو الاسلوب الامانه ده. ودي الزيوت العطريه كل 5 تقريبا او كل 4 زي ما انتوا شايفين محطوطين في كيس واحد.
طبعا الاكياس دي بيني وبينكم برجع استخدمها تاني برضو في الاوردرات بتاعتي. مفيش فيها اي تسريب خالص في الزيوت. عايزه اقول لكم ان الزيوت دي انا جربتها رائحه، حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي. جبت كمان منهم زيت شجره الشاي وزيت قطران لان انا بستعمله في حالات الاكزيما. مش كده وبس، جبت كمان منهم عبوات، والعبوات عندهم بتاعه العطور رخيصه قوي قوي قوي. العبوة دي 15 ملي، والعبوة دي أصغر شوية 10 ملي، بس عجبتني ونظامها عجبني وحلوة. يعني شايفين صغننة ازاي، بس هنعمل بيها العمايل ونسوي بيها الهوايل زي ما طلبية بيقولوا. شركة لافي للزيوت، شكرا جدا جدا يا أستاذ محمد، شكرا جدا لشركة لافي على ذوقهم واحترامهم وعلى جودة منتجاتهم. طلبت بقى زيوت تاني من شركة الدكتور بسيوني، وعلى فكرة شركة دكتور بسيوني وشركة لافيه تقريبا كانوا شركة واحدة، وكل واحد فيهم انفصل وكون شركته الخاصة. زي ما انتم شايفين الكرتونة مفيش فيها أي تسريب. جايب مع كل كرتونة، مع يعني كل 3 زيوت كده زي ما انتم شايفين حاطط فيها دروبر. شركة لافيه بتعمل نفس الحركة دي على فكرة. جايب كمان يعني مغلفهم حلو، ما شاء الله. الزيوت بصراحة يعني حلوة قوي، اللي عايز يتعامل معاهم مش هيندم، ومتساهلين جدا 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 في التعامل. انا طلبت منهم طلبيه تقريبا ب 4500 جنيه زيوت. وانا شايفه الصراحه ان دول من احسن الشركات اللي موجوده حاليا للتعامل مع الزيوت، سواء امانه او راحه نفسيه في التعامل. والشحن بتاعهم كان على شركة بوسطة. بوسطة بتتعامل برضو، بتحدد لك الموقع اللي هي بتوصل فيه لفين، وبتكلمك عن طريق الواتس قبل ما بتيجي وبتوصل لك لحد البيت، وتقريبا برضو نفس أسعار شركات الشحن التانية. يعني حلو قوي. بشكرك يا دكتور بسيوني، وبالتوفيق إن شاء الله. نتنقل بعد كده للعبوات. أنا جبت لكم بقى اكتشاف شركة رويال بلاست. اللي عايز يجيب عبوات يا جماعة يروح لرويال بلاست فورا حالا. اسعارهم تقريبا شبه اسعار المصانع. الشخص اللي انا بكلمه شخص قد ايه مهذب ومحترم، وكمان عنده صبر. ان انا يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني بطلع عين اللي بطلب منه مزاجي طلبيه والله. بس انا فعلا متردده في الطلبيات، وبقعد اغير وبقعد احط واشيل. فهو كان صبور وحليم جدا معايا، وانا جبت بقى بصراحه منه طلبيتين. يعني ايه، يعني زوجي هو بيطلع في الطلبيات تعبتوا معايا، ربنا يخليه لي يا رب ولا يحرمنيش منه ابدا ابدا ابدا. انا من النوعيه اللي بحب لما اشتري عبوات بشتري الباكت على بعضه. يعني مثلا الباكت يقول لي 100 خلاص حياته، بحيث ان انا ما اقعدش اعد وما اقعدش في حاجه ايه تكون يعني ناقصه. بس هو رغم كده لا، جاب لي الطلبيه زي ما انتم شايفين كلها سليمه، ما لقيتش حتى عبوه واحده ناقصه. الاحترام وذوق وتساهل في الاسعار وطلبيه بتوصل في ميعادها. يعني انا يعني برشحها بقوه تعامل معاهم. يا رب يا رب اكون افدتكم، واشوفكم على خير، ومع السلامه.